المتخذة لمواجهة الجريمة بفاس؟ الجواب في روبورتاج سعاد زعتراوي ونجيب الطاهري. فاس مدينة بمليون نسمة ساكنة أصبح هاجسها الأول والأخير الأمن، والسبب حوادث السرقة والاعتداء والقتل متفرقة بين اعتداءات متعمدة وتصفية حسابات. كنخرجوا من الخدمة يعني كاين الكريساج بزاف، ماشي زعما ما كاينش كاع الكريساج كاين، ولكن بحال دابا هكا الأمن يعني واخا كيشدوهم كيوليو يطلقوهم. الأمن كاين ولكن بعض المناطق منعدم، لأن كنشوفوا شحال من ساقة كاينة، بورطابلات كيمشيو الكريساج فهمتيني. واقبح حاجه هي ان معروفين الشفاره. بولاية أمن فاس أرقام تهم السنة الحالية: إلقاء القبض على 22,400 شخص، 1173 منهم قاصرون. بهذه القاعة اجتماع لرئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية مع جميع فرق الشرطة القضائية التي تم إحداثها عبر المناطق الأمنية الأربع. الاجتماع يومي تحدد فيه خطة العمل. هو اجتماع للتنسيق، لتبادل المعلومات، لوضع خطة أمنية في الميدان والتطبيق ديالها. ويوم الغد كنديروا عاود اجتماع آخر لدراسة السلبيات ديال هذا، شنو النقاط اللي ما تمش الانجاز ديالها، شنو هي المشاكل وكيتم الحل ديالها بالحين. تتبعنا عمل إحدى هذه الفرق عندما كانت تستعد للخروج. اتصال هاتفي يخبر بتعرض سيدة للاعتداء والسرقة بحي الحديقة، مواطنات وعرضوها للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض. وبعد مطاردة الفرقة الأمنية ألقي القبض على شخصين بحوزتهما سلاح أبيض. المواصفات تمكنا منها، بالفريق انتشرنا بعين المكان، والعمليه اسفرت عن ايقاف واحد جوج ديال المعنيين الامر معروفين بالميدان في هذا الميدان الاجرامي بالحوزه ديالهم واحد سلاح ابيض. كذلك راه المطارده ديالهم راه تمكنا من الايقاف ديالهم في الاطار ديال العمل ديالنا العادي الاعتيادي. عين أخرى تراقب أثر الجريمة بفاس، عين بقلب مقر ولاية الأمن. قاعة الاتصالات أحدثت قبل 3 سنوات، تتوفر على 300 كاميرا موزعة على شوارع وأحياء فاس بشكل مدروس، 120 منها متمركزة بالمدينة العتيقة. إلى حدود اليوم سجلنا نتائج هامة، وذلك بفضل مجهودات جميع العاملين بهذه القاعة تحت إشراف والي الأمن الذي يسهر على تتبع عملنا هنا. وبالأرقام تسجل هذه الكاميرات يوميا حوالي 50 مخالفة على اختلاف أنواعها. لا يمكن نكران جميع المجهودات المبذولة من طرف المصالح الأمنية، ولا يمكن أيضا إغفال أن ظاهرة السرقة والاعتداء بالسلاح الأبيض ليست حكرا على مدينة دون سواها، بل هي ظاهرة اجتماعية بجذور متنوعة على رأسها الفقر والبطالة. بالدار البيضاء تسبب عطل في الأسلاك الموصلة للكهرباء للترامواي في توقف حركة سير القطارات أمس، مما خلف اكتظاظا بمحطاته في انتظار إصلاحه من طرف فرق متخصصة. الروبورتاج لنادية اليوبي. مثل هذا العطل وقع بالأمس على الخط الرابط بين محطة السوق المركزي بمدينة الدار البيضاء وسيدي مومن، عطل استدعى معه ضرورة قطع التيار الكهربائي على طول الخط الحديدي وقطع رحلة المسافرين الذين اضطروا لمغادرة القاطرات حفظا لسلامتهم. قمنا بعزل هذه المنطقة اللي فيها المشكل. انفو عزلنا هذيك المنطقه اللي فيها المشكل قمنا بالتدخل، وفاش سالينا التدخل عاوتاني بطريقه احترازيه درنا عاوتاني الانرجي ولا التيار الكهربائي رجعناه للمنطقه بطريقه متدرجه. العطل الذي حدث بالأمس تزامن مع وقت الذروة حوالي الساعة 3 بعد الزوال، عندما تمزق أحد الأسلاك الكهربائية. أشغال الإصلاح استمرت حتى 7:30 مساء. اضطر بسببها المسافرون إلى البحث عن وسائل بديلة توصلهم إلى وجهتهم، لكن الأمر لم يسلم من تذمر وشكوى المواطنين. البارح مشينا نركبوا الترام، لقينا شهودنا الطاكسيات تاع المدينة حدا المارشي سونترال، لقينا زحام على الطاكسيات وهو داير واحد الثمن ما كاينش، فهمتي. في وسط الترامواي كيفاش تعاملوا الناس؟ والناس في وسط الترامواي كانوا كل واحد كيغوت، كل واحد كيقول، كل واحد كيقول الرأي ديالو، فهمتي. كاينش تنظيم، ما كاين اي حاجه. خاص الاداره ديال الترامواي يكون عندها واحد البدائل،
يعني فهمتي الا تقطع الضوء عندها واحد البديل اخر، ماشي يبقى مقطوع الضوء واحد الساعه والناس الناس عندها التزامات ديالها. عموما الناس تفهمت مقارنه مع البدايه ديالنا في من 12/12/2012، وكندوزو بزاف ديال لي ميساج في لي ستاسيون، في القاطرات وفي لي بورن، سورتو في لي بورن. الناس اللي ما كينتبهوش لهم بزاف هو ان في لي بورن دانفورماسيون، هذوك لي بورن اللي كاينين في لي ستاسيون كنكتبوا بان الخط هناك عطب. كان الحديث عند انطلاق العمل بترامواي الدار البيضاء نهاية سنة 2012 عن بدائل في حال وقوع عطب في القاطرات من قبيل الحافلات الموازية لخط الترامواي. حتى الساعة لم يتم تفعيل هذه الحلول. في تركيا جرت أمس بأنقرة مراسم حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب